يا ترى إيه اللي بيحركنا بجد؟ ليه بنضحك في مواقف معينة؟ ليه بنقضي سنين في التعليم؟ أو بنتطوع في أعمال خيرية؟ أغلبنا عنده إجابات جاهزة، إجابات نبيلة بنقولها لنفسنا وللناس. بس ماذا لو الأسباب الحقيقية اللي بتتحكم فينا فعلا مختلفة تماما وموجودة في منطقة، يعني منطقة عمياء جوه عقلنا نفسه؟ النهاردة هنفتح ملف كتاب بيوصفه البعض إنه مزعج وصادم، لكنه مهم جدا. الكتاب هو الفيل في الدماغ، الدوافع الخفية في الحياة اليومية، لكيفن سيملر وروبن هانسون. كلنا نعرف مصطلح الفيل في الغرفة، اللي هو الموضوع الواضح اللي الكل بيتجنبه. الكتاب ده بقى بيتكلم عن الفيل اللي في الدماغ، اللي هو الدوافع الأنانية اللي جوانا، واللي عقولنا مصممة ببراعة إنها تخفيها حتى عن نفسنا. أهلا بيكم. خلينا نفكر في السؤال ممكن يبان غريب شوية. هل ممكن يكون في سبب تاني خالص ورا تصرفاتنا؟ سبب خفي لدرجة إننا حتى مش بنعترف بيه لنفسنا؟ النهاردة هنحاول نجاوب على السؤال ده، وإحنا بنستعرض الأفكار الأساسية في كتاب الفيل اللي في الدماغ لكيفن سيملر وروبن هانسون. وعلشان نبدأ نفك شفرة الموضوع ده، خلينا الأول نبص على لغز كلنا بنعيشه في حياتنا، تناقض غريب في تصرفاتنا اليومية بيكشف كتير قوي عن دوافعنا اللي مش بنحب نتكلم عنها. الحقيقة إن السؤال ده محير جدا. يعني إحنا بنقضي سنين طويلة من عمرنا في المدارس والجامعات، وفي الآخر بننسى أغلب اللي درسناه. الكتاب بيبدأ من النقطة دي بالذات، من التناقضات اللي زي دي، وبيوضح إزاي إن الأسباب اللي بنقولها للناس عن أفعالنا غالباً مش بتكون هي القصة كلها. طيب إيه اللي بيربط كل التناقضات دي ببعض؟ المؤلفين بيقدموا استعارة قوية جدا عشان يشرحوا التفسير، وهو ده بقى الفيل اللي في دماغ. كلنا أكيد سمعنا عن مصطلح الفيل اللي في الأوضة، اللي هو الحقيقة الكبيرة الواضحة اللي كل الناس شايفاها بس محدش عايز يتكلم عنها. الكتاب بقى بياخد الفكرة دي لمستوى أعمق بكتير، وبيقدم الفيل اللي في الدماغ. وده مش حقيقة بنتجاهلها في كلامنا مع بعض، لأ، دي حقيقة إحنا بنتجاهلها جوه عقلنا نفسه، دوافعنا الأنانية اللي بنخاف نبص عليها. وهنا بقى النقطة الجوهرية. خداع النفس ده مش معناه إننا ناس وحشة أو كدابين، بالعكس، الكتاب بيقول إن عقولنا اتطورت عشان تخبي دوافعنا الحقيقية دي عننا. طب ليه؟ لأن ببساطة لما بنكون مصدقين القصة النبيلة اللي بنحكيها عن نفسنا، بنعرف نبيعها للناس بشكل أحسن بكتير، وده بيساعدنا نكسب مكانة اجتماعية ومنظر كويس. وفي اقتباس من الكتاب بيلخص الحكاية دي كلها بشكل عبقري: عقولنا مصممة مش بس عشان نصطاد ونجمع، لكن كمان عشان نتقدم اجتماعياً، وده غالباً بيحصل بطرق ملتوية. يعني ببساطة دماغنا دي بتلعب سياسة طول الوقت وحتى من غير ما ناخد بالنا. طيب كل ده كلام نظري جميل، بس إزاي بنشوفه في حياتنا اليومية؟ هل ده مجرد كلام في كتاب ولا دي حاجة ملموسة؟ تعالوا نشوف إزاي الدوافع الخفية دي بتظهر في تصرفات بنعملها كل يوم. خلينا نبدأ بأكتر حاجة نبيلة ممكن نعملها: التبرع أو الصدقة. القصة اللي كلنا بنحكيها لنفسنا وللي حوالينا هي إننا بنعمل ده بدافع واحد بس، وهو مساعدة الناس المحتاجة. لكن الكتاب بيسأل سؤال منطقي جدا: لو فعلا مساعدة الناس هي كل الهدف، مش المفروض ندور على أكتر طريقة فعالة فلوسنا دي تساعد بيها؟ الحقيقة إننا نادرا ما بنعمل كده، وده بيوحي بوجود دافع تاني، إننا نبعت إشارة للناس إننا كرماء متعاطفين ومعانا فلوس. طيب، ومثال تاني كلنا عشناه: التعليم. القصة الرسمية بتقول إننا بنروح المدارس والجامعات عشان نتعلم ونكتسب خبرات ومهارات. لكن زي ما قلنا في الأول، الحقيقة الصادمة إننا بننسى معظم الكلام ده. فالكتاب بيقترح إن يمكن الهدف الحقيقي مش المعرفة نفسها، قد ما هو إشارة لأصحاب الشغل إننا أذكياء ملتزمين وبنعرف نمشي على قواعد. الشهادة يعني أهم من العلم نفسه. والمثال الثالث، وده يمكن يكون أكتر واحد صادم فيهم، هو الطب والرعاية الصحية. ظاهرياً الموضوع واضح جداً، إحنا بنروح للدكاترة عشان نخف. هنا بقى الكتاب بيجيب دليل قوي. في دراسة ضخمة ومشهورة جداً اسمها تجربة راند للتأمين الصحي، ودي من أهم الدراسات في المجال ده. النتيجة بتاعتها كانت غريبة قوي: إن توفير رعاية صحية أكتر للناس مش بالضرورة بيحسن صحتهم بشكل ملحوظ. طب إيه التفسير؟ التفسير إن الرعاية الصحية ليها دافع خفي تاني قوي جدا، وهو إننا نظهر لبعض اهتمامنا ورعايتنا بشكل مادي وملموس.
طبعا لما حد يجي ويقول إن دوافعنا النبيلة دي وراها أسباب أنانية، أكيد الكلام ده مش مريح وبيصدم ناس كتير. وعشان كده الكتاب ده أثار جدل واسع جدا. في ناس كتير شافت إن الكتاب ده عبقري، وإنه زي ما يكون فتح شباك على حقيقة كنا بنحاول نتجاهلها، وقدم تفسير صريح ومقنع جدا للطبيعة البشرية. بس في المقابل ناس تانية حجمت الكتاب، قالوا إنه متشائم قوي وإنه بيبص لكل حاجة حلوة بنعملها بنظرة سلبية، وكأن مفيش دافع خير حقيقي في الدنيا، وده ممكن يقلل من قيمة إنجازات عظيمة للإنسان. طيب بعد كل ده نطلع بإيه من الكلام ده كله؟ إيه الخلاصة اللي المفروض ناخدها من رحلتنا جوه دوافعنا الخفية دي؟ الفكرة الأساسية أو الزتونة زي ما بنقول هي إننا كائنات اجتماعية جدا. أهم حاجة عندنا هي صورتنا قدام الناس ومكانتنا وسطهم. عشان كده كتير من تصرفاتنا حتى اللي شكلها نبيل هي في الحقيقة عاملة زي مسرحية بنمثلها عشان نوري الناس إحنا قد إيه كويسين. وهنا نوصل للسؤال الأهم، هل الكلام ده مجرد فكرة فلسفية في كتاب ولا ليه تطبيق حقيقي على أرض الواقع؟ الحقيقة إن فهم فكرة الفيل اللي في الدماغ دي ممكن يخلينا نشوف الدنيا كلها بنظارة مختلفة تماماً، من أول سياسات التعليم والصحة العامة لحد علاقاتنا الشخصية وشغلنا. لما نبدأ ندرك إن في دوافع خفية بتلعب دور، بنقدر نحلل القرارات بشكل أعمق ونفهم ليه الناس بتتصرف بالطريقة دي. وده بيسيبنا مع سؤال مهم جداً نفكر فيه، لو أغلب اللي بنعمله بيبعت إشارات ورسائل غير معلنة، يا ترى إيه هي الرسالة الحقيقية اللي تصرفات كل واحد فينا بتبعتها للعالم كل يوم؟